مشجعين الكورة في كل مكان، أحلى مسا عليكم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من جوهري وصاحي مع منتخبنا في أفريقيا عشان نشوف القرف اللي حصل النهارده. ويلا بينا أوام أوام نخش في المعمعة اللي قاعد على آخره وانزل بالإنترو يا ابني. منور يا عم صاحي، وكان نفسي يبقى ظروف أحسن من كده. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. والراس الأخضر كسبت غانا 2-1. مفاجأة غير متوقعة. لا انا حصل. قلت لك الراس حصل. الاخضر فريق جايب فورمه، والمجموعه هتتعقد كده وهنحط نفسنا في حسبه بيرما ملهاش اي لازمه. للأسف من بدري بدري يعني من كالعادة. بدري فعلا كالعاده كالعاده. طب خلينا نبدا كده من التشكيل ونشوف ايه مشاكل التشكيل وايه مميزاته وايه. قول لنا كده تشكيلنا بدا بمين النهارده صح؟ هو بدأ شناوي، بدأ بهاني يمين، جنبه حجازي، بعدين عبد المنعم ومحمد حمدي شمال. في النص كان بادئ بالنني وبحمدي فتحي وقدامهم زيزو، وقدام كان في ثلاثة: صلاح، تريزيجيه، ومصطفى محمد. التركيبة بتاعة حمدي فتحي والنني دي بالنسبة لي كانت أول مشكلة في مشكله شكل كبيره. المنتخب. دي أول حاجة، ما كانش عندنا اللعيب اللي بينقل الكرة لقدام. دايما كانت النقلات من الاتنين دول اللي ورا بيغلب عليها الطابع الدفاعي، اللي هو بينقل الكرة للجناب سواء يمين أو شمال، بالظبط. أو يرجع الكرة بالظبط. لورا أقرب لعيب ليه. للاسف بالظبط كده. ده أنا ما عندوش طبعا حلول، ما عندهمش الاثنين ما عندهمش حلول. انا فاكرك كنت هتقول لي كنت هزعل منك قوي، هزعل منك قوي. فاكرك بتقول لي ما عندوش حلول كفيتوريا. لا هما الاثنين ما عندهمش بالظبط. حلول، ما عندهمش حلول هجوميه. بالظبط. بي... بالظبط. لما بيتضغط عليهم ما بيعرفش يطلع بالكوره، مثلا يعمل ثرو لوب بكروس الملعب كده او مفيش هنا. الكلام ده. ما عندوش لا ده ولا ده. انا شفت ان فعلا دي من اكبر المشاكل في التشكيله اللي هو اختارها، لانه ادى احترام لموزمبيق زياده عن اللزوم. ده العب حقيقي. باثنين ديفندرات صراح قدام موزمبيق. ولا عامل ايه وبلعب نيجيريا، ولا عامل ايه وبلعب المغرب؟ بالظبط. ما بالظبط. فهمتوش بصراحه، ما فهمتوش خالص. ده حقيقي. فدي فعلا من المشاكل الكبيره. يعني مثلا الحاجات اللي انا شايفها كمان مشكله محمد هاني خبرات، ها خبرات، بص، قلت لي هو لا، خبرات. ما هو انا لما قلت لك خبرات عشان بس نبقى فاكرين، لما اتكلمنا في موضوع الخبرات بتاعت محمد هاني كنا بنتكلم على الاختيارات اللي قدام فيتوريا، اللي بيختار ما بينها ما بين محمد هاني وعمر كمال. هو كده كده اللي احنا اتكلمنا فيه كان ان الجبهه اليمين بتاعت منتخب مصر هي من نقط الضعف الواضحه جدا والمعروفه لكل الناس. فدي حاجه انا مش جديده يعني. حتى عمر لما نزل ما عجبنيش. ما هو للاسف. احنا قلنا ان للاسف ما هو بين عجبنيش خالص. خيارين مفيش. انا عارف هو مزنوق ما بين خيارين احلاهما اسوأ، يعني فاهم، ما فيهمش، ما عندوش كلاهما حلو. مر يعني من كلاهما الآخر. مر بالظبط. يعني هو بس برضه ده حقيقي. هاني، لا هاني صعب. هاني فين هاني بتاع كاس العالم للانديه؟ انا يعني انا آه. زملكاوي بس انا بشوف هاني بيلعب في الاهلي مش زي ما بيلعب في كاس العالم للانديه. اعتبره كاس العالم للانديه يا اخي، اعتبره كاس العالم للانديه والعب بروح شويه. ده انت ترقصت ترقيصه على حدود المنطقه، حلاوه كلك ووب الشوط ووب. الأول كله، الشوط الأول فيه 3 4 من ناحية اه محمد هاني، كانت الجبهة مفتوحة. صحيح الاجوان ما جاتش من ناحيته، بس في الاخر هو نقطه ضعف، ثغره واضحه قوي في الدفاع. ده حقيقي. وهجوميا انت في الاخر نزلت عمر كمان عشان يعمل اوفرات، عشان يعمل لك اوفرات، لان هاني مش عارف يعمل ولا اوفر، ما عملش ولا اوفر صح. هو هاني كان آخره إن هو بيوصل، بيقطع الخط، بيلعب واحدة والتانية مع زيزو أو مع محمد صلاح، يروح رايح رافع أي كرة طايشة، ضربة ركنية، شكرا. ايوه بالظبط. دي خبطها في اللعيبه عشان تطلع كورنر وارجع انا وزيزو يرفع الاوفر بعد ما دي انا ارجع. بالنسبة له هي يعني الانتصار اللي هو عمله أو الاتشيفمنت بتاعته يعني. لا اتشيفمنت ايه بس يا رب يا راجل. للأسف نقطة ضعف واضحة. الباك رايت عندنا في المنتخب ما عندناش ازمه كبيره. خيارات كتيرة. ازمه كبيره. معرفش الماتش الجاي هيبدأ بنفس الفكرة محمد هاني في الناحية دي، ولا هيبدأ بعمر كمال. يشوف ايه المردود بتاعه، ممكن يبقى فيه مردود هجومي أعلى من المردود بتاع خلي بالك انت الماتش محمد هاني. الجاي ما عندكش غير المكسب. وغانا ما عندهاش غير المكسب أكتر منك. عشان كده يبقى ماتش موت، والراس الاخضر رايح يلعب موزمبيق. بالظبط. يعني ده ممكن تلاقيه الماتش صعب. الجاي ست صعب. نقط وصعد رسمي، ماليش دعوه بيكم كلوا بعض بقى، ماليش دعوه. بالظبط. من انا قلت لك من أورجواي. قبل ما البطوله تبدا، قلت لك هم عندهم فرقه حلوه السنه دي وعاملين اداءات حلوه، وفي نتائجهم في الوديات قبل البطوله كانت النتائج كلها كويسه تقريبا. ده حقيقي. بس واضح ان في مفاجآت صعبة وكبيرة جدا في البطولة دي. البطولة بادئة بشكل
شكل انت غريب. نيجيريا النهارده اتعادلت، نيجيريا وامبارح كوت ديفوار كسبت كسبت بشق الانفس، بالضبط. يعني عدى كده الماتش، غينيا عدى كده. بيساو كانت يعني بيساو جدًا، بس بيساو على الاخر. بيساو على الاخر، كان بيساو على الاخر. فالموضوع كان يعني هنشوف. والاستوائيه، غير الاستوائيه انا ما اعرفش هم اتعادلوا ازاي مع نيجيريا اصلا، ده جت كده. أنا للأسف ما شُفتش الماتش، بس فكرة إن هو أنت بتلاعب المفروض فرقة من أضعف الفرق اللي في المجموعة، أنت جيت اتعادلت أول ماتش كنيجيريا، لأ، والنهارده غانا وقبليها مصر، لأ، الموضوع شكله عايز اقول السنة لكم دي بطولة صعبة. عايز اقول لكم منتخب مصر ترتيبه في الفيفا ال 33، منتخب موزمبيق ال 111، ال 111. يا رب احسبوا بقى انتوا، شوفوا احنا ما بيننا بكام فرقه. حصل فعلًا. بُص هو انا خلّي بالك. بالنسبه لحمدي، معلش قاطعتك، بالنسبه لحمدي محمد حمدي، انا شايف انه اداؤه كان متوسط يميل للجيد، يعني ما هواش صحيح. في كذا لقطه كان في تمركزه كان ضايع، بالذات في لقطه الجول، بس والكرة اللي شالها الشناوي ما عرفش يطلعها من جوّه الجون، بس احنا دي عشان احنا كنا بنتفرج على الماتش سوا. انت بتقول ان هو كان قاصد يستلمها، وانا شايف ان هو كان قاصد يشتتها وقلشت. بس يعني ما هياش مش هنحكم عليه من الكوره دي. بس اوفرول انا شايف ان حمدي عمل ماتش مش وحش، يعني مش وحش، مش حلو بس مش وحش. وواضح ان فتوح مش جاهز، لانه حتى ما نزلوش، يعني هو لما عمل تغييرات ما نزلش فتوح. فواضح ان فتوح مش جاهز، لانه ما لعبش كوره مع الزمالك بقاله كتير. فواضح ان هو مش جاهز، ودي ازمه كبيره قوي، لان احنا قلنا مفتوح لو فت مفيش حد يلعب عليه. بس واضح ان هو مش جاهز، ودي هتعمل لنا مشكله. اتمنى انه يلعب الماتش الجاي. خلّي بالك هو بيحب حمدي من اه ساعة من بيحب أول ما حمدي جه وبيحب النني زي ما بيحب النني وبيحب حمدي. بُص هو في حاجة أنا عايز برضه يعني عشان ما نبقاش متشائمين. المنتخب النهارده ما كانش في أحسن حالاته، بس في نفس الوقت لأ، لو هتبُص على الأرقام، لأ هي الأرقام في الملعب، لأ هي موزمبيق هي ال5 دقايق اللي حصل فيهم غلطتين، أنا شايفهم غلطتين من عبد المنعم. أول واحدة التمركز ما كانش أحسن حاجة، ما فيش jump، ما حطّش الراجل المدافع، طلع ما فيش حاجة اسمها لوحده، بالضبط. حجازي في ظهره بعيد، بالضبط. وعبد المنعم قدامه بعيد. خلّي الله بالك عليكم، الله هو عليكم على التمركز. هي ملعوبة. بُص يا بوجو، هي ملعوبة. أنا بالنسبة لي مين اللي بيلعب سيرد باك من ناحية الشمال جنب حمدي؟ عبد عبد المنعم. المنعم فهي دي ده بقى خلّي بتاعه، بالك ايوه هو ده كده كده المهاجم بتاعه. الjump بتاعك أنت، ايوه صح، الكرة على انت صح. الجون التاني. عبد المنعم قرر إن هو يبيع نفسه وشكرًا. الكرة انا انا الواد حسيت ان بتاع هو جه يحط موزمبيق رجله في الكوره ووقف، يعني كان خلاص هيقطع الكوره، نتش رجله كده مره، مالك يا عم. لأن هو خلاص عرف وحجازي إن هو واضطر هيتضرب. يخلي حجازي يبيع نفسه بدري بدري وما لحقش الكوره. ده لا حقيقي. لا لا، اتضربنا في اتضربنا كورتين، في كورتين. بس ده مش معناه إن إحنا لا إن بس هم انت كانوا لعبت أحسن وحش. مننا. بص معلش، أرقام، أنا باكلمك أرقام. ارقام مش ارقام، انت لعبت لمده 30 دقيقه، حطيت جون في اول 5 دقائق، قلت ماشي. بس احنا لعيبه مصريه. صح. هنكسبهم بالضبط. هنحط جوان، بالضبط. ده موزمبيق يا راجل، موزمبيق انا احب كل المتزمبيين، او زنبقوكوا يا متزمبقين. فبعديها حضرتك انت لعبت 30 دقيقه وريحت، هنكسب. طب خلاص الشوط قرب يخلص، نزلنا الشوط الثاني، طب هنشد، هوب خطفوا جون، انت ابتديت تتكهرب، طب نضغط عشان نجيب جون، اتفتحت خطوطك في تمركز لعيبه خط الدفاع مش موجود، هوب بقيت 2-1 وبتحارب عشان تتعادل. انا مش متخيل ان احنا واحنا بنتفرج، والفيديوهات اللي بنتفرج عليها للناس في القهاوي، الناس بتحتفل عشان احنا اتعادلنا مع موزمبيق 2-2 في اخر دقيقه. انا مش مصدق، مش ده اللي احنا واحنا بنتكلم على المنتخب بنقول ان احنا مستنيينه. احنا مستنيين منكم تجيبوا اخركم في اللعب. هات اخرك، انا قلت لكم نكسب نخسر دي بتاعت ربنا، بس هات اخرك، ادي حسسني ان انت جبت اخرك في الملعب. ده ما حقيقي. تجيش تهنج وتتخض. زيزو النهارده كان وحش، بُص هو زيزو كان تايه. زيزو بالنسبة لي متوتر، ما حاسه أعرفش ما متوتر أعرفش متكهرب مش عارف استغربته. يعمل ايه. بُص أنا هاقول لك على حاجة، أنا استغربت الفورمة بتاعة زيزو. زيزو زي ما إحنا كنا متفقين. زيزو وأي اتنين جنبه في نُص الملعب. ماشي، ما هو عمل زي ما انت دي قلت، زيزو هاي اتنين، ف ف بس هو اختار اسوأ اتنين بس يلعبوا مع بس زيزو في نفس الوقت. بس ثواني، هي الفكرة إن ما كانش زيزو بس هو اللي وِحِش، هي الفرقة كلّها ما كانتش في أحسن حالاتها، ما كانتش وِحشة. لا انت لعبت اول 30 دقيقه ضاغط، بالضبط. جبت الجون الاول، بالضبط. ضيعت انفراد لمصطفى فتحي، كره في العارضه، ضاغط خلاص انا مسيطر على الماتش، هم مربوبين. انت بقى يا باشا فينش بتاعك وحش، مش عارف تخلص. لا لازم نبقى فرقه بتخلص، لما يجي لك نص فرصه تحط جون اتنين. احنا لو طلعنا الشوط الاول كسبانين 2-0 كنا خلصنا،
كنا خلصنا. انا شايف ان فيتوريا في التشكيل مشاكله كانت اكتر هي حمدي فتحي والنني اللي جنب بعض، بالظبط كده. واتاخر في التغيير. نزل امام عاشور متاخر قوي، فامام معلش سنك لسه صغير، نازل خسرانين 2-1، فانت عايز تعمل كل حاجه، عايز الناس اشوط وعايز مستنياني. اباصي والناس مستنياني ان انا اه انا اللي هنزل اعمل الفرق، ايوه طبعا. فنازل عليه ضغوط اكتر من الضغوط، ما عملش حاجه. ده اذا كان صلاح بذات نفسه عليه ضغوط وما عرفش الكره نزلت له في الدقيقه 82 على يعني جوه ال 18. حط يا صلاح، حط جون رجعنا للماتش في البدري، كان هيبقى عندنا لسه 8 ليه انت دقايق. شفتش الكوره؟ غريبة جداً. البيلين باين قوي ان صلاح متوتر وهو بيلعب البيلين، اه حاططها بقوه جدا وفي اخر الزاويه الحمد لله انها رشت في العارضه ودخلت، باين قوي ان هو متوتر. ستر ربنا فعلا، ستر الحمد ربنا. لله الحمد لله. بس خلينا برضو نقول ان المنتخب ما كانش وحش، ما كانش في احسن انا حالاته. ما بقولش وحش، في عندنا انا اللي حارق دمي يا صاحي ان احنا لعبنا 30 دقيقه احلى ما يكون، عملت ما ممكن تعمله، وكان ممكن تطلع كسبان 2-3 الشوط الاول، تنزل الشوط الثاني تلعب براحتك ده حقيقي. وهم يبتدوا يضغطوا فيظهر لك مساحات تجيب بيها اجوان. انت ما بتعملش كده، بص انت اتدلعت، ده وانا ما بيحرقش دمي قد الدلع ما دي، لا مؤاخذه اسمها مرقعه فرقه. هوب 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 هبينا يا عم، اهو هبينا. بس انا الحاجه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها اللي هي المنتخب بتعديلات بسيطه جوه الملعب هتخلينا شكلنا احسن، وهتخلينا عادي الدنيا ما باظتش. زي شايف تعديل يعمل ايه مثلا؟ يعني مثلا نص الملعب التركيبه بتاعته تبقى مختلفه، يبقى عندك حد يعرف يشتغل لك ميكر من نص الملعب. انا شايف النني بصراحه مش هو اللي المفروض يبقى بادئ. حمدي فتحي في نص الملعب يلعب هاف ديفندر في الجون، ومعاه يا امام يا مروان. انت شايف امام مش جاهز لسبب ما، لاعب مروان عطيه. فاللي انا كنت عايز اقول لك عليه يا بوبو بكل بساطه ان المنتخب ما كانش في اوحش حالاته، ما كانش شكله وحش جدا. لا، هو المنتخب كان محتاج شويه تغييرات في وقت بدري شويه. المنتخب لو كان عندنا حد من نص الملعب يقدر يلعب لعب مباشر لقدام، شايف ان ده كان هيخلي شكلنا احسن، كان هيخلينا نروح بفرص اكتر على الجون. رحنا النهارده كنا مستحوذين. لو هتتكلم على احصائيات وارقام والكلام ده كله expected goals 2.0 هم كام؟ 2.07 هم مش هم ما بالظبط جابوش الواحد 0.70 مش عارف 0.7 حاجه وجابوا جونين. بالظبط كده. فالمجمل في الاخر ان احنا ان شاء الله يا ابني هم فرقه تعبانه، نص انت اللي الملعب اديتهم يظبط. انت اللي اديتهم الفرصه انت اللي دي. اديتهم فرصه ان هو يلعب عليك كوره، لان انت اديته ابتديت ثقه. الفكره في الثقه ان انت نفسيا هو نازل مركوب، لا مؤاخذه يعني في الكلمه، هو نازل نفسيا مضغوط، حاسس انه بيلاعب فرقه اكبر منه. كده كده مصر اكيد اسمها بيهت الفرقه، بالذات فرقه زي موزمبيق وعمرها ما كسبتنا، فبالنسبه له هو نازل مضغوط. لما انت تديله فرصه انك بعد ما تضغط عليه وتحط جون تضيع 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 تضيع، وبعدين تقوم سايب له الحبل على الغارب بيخطف واحده ويلاقي ايه ده خط دفاعه، لو لعبت كره سريعه هضربه، يخطف الثانيه، فانت تبقى بتحارب عشان تتعادل، فانت اديته الفرصه. طب انت شايف، انا كنت عايز اشوف انت رايك ايه في الماتش اللي جاي، ازاي نبدا الماتش الجاي؟ هل يبدا زي ما بدا النهارده ولا يبدا زي ما قفل، طبعا باستثناء كوكا؟ فانت شايف كوكا ده علامه استفهام كبيره كبيره كبيره. انت منزل كوكا، انا معلش هقول ان انت قلته لي واحنا بنتفرج، انت منزل يا صاحبي واحنا بنتفرج قال لي كده بالحرف، هو نزل كوكا عشان يلعب عرضيات وراح ساحب زيزو اللي بيلعب العرضيات. سقفه كبيره، سقفه كبيره قوي. قفل الكوتش فعلا بصراحه لا، فيتوريا حسيته هو كمان اتوتر. هو في لقطه كده احنا كنا بنتفرج على الماتش وقف راح عامل كده اللي هو مش مصدق ايه اللي انتوا بتعملوه ده، احنا ضاغطين وبنضيع وفجاه يخش فيكم جونين بدون ادنى شك، يعني مفيش سبب للي بيحصل. يلا الحمد لله. انا شايف ان ممكن زي ما انت بتقول تركيبه نص الملعب يتلعب فيها شويه، لان النني حمدي فتحي جنب بعض ما ينفعش خالص. صحيح انت رايح تلعب غانا، وغانا اتقل شويه من موزمبيق، بس برضه انت محتاج حد زي ما انت قلت ينقل لك الكوره قدام، يعرف يستلم الكوره من وسط السرد باكين، ويعرف يستلم الكوره بظهره ويلف ويبقى عارف هيوزع اللعب ازاي سواء يمين او شمال. مثلا يعني انا شفت ناس بتنتقد موضوع ان صلاح نزل في القلب، بالعكس انا كنت النهارده شايف صلاح مميز في القلب مش وحش، وزيزو كان بيطلع على الطرف. افتكروا اول نص ساعه، ما تحكموش على من بعد ما دخل بعد ما النص ساعه دي عدت، اخر ربع ساعه في الشوط الاول والشوط الثاني كله احنا بنلعب وحش، لكن النص ساعه الاولانيه صلاح كان بينزل بيوزع لعب، وزيزو كان بيطلع على الطرف،
صلاح كان بياخد معاه 2 مدافعين بيفضّي المكان لمصطفى محمد في المنطقة، وكان تريزيجيه بيقطع هو كمان يعمل باقول باك لك إيه، في انسايد. حاجة مهمة أوي، أوي، أوي إن صلاح بيلعب في الحتّة دي، أنت بتتكلم على الsecond ball، الsecond ball بالضبط. الكرة اللي جاية من المدافعين، في كذا واحدة جات لصلاح النهارده، بس هو للأسف ما كانش بس هو موفّق. النهارده كان out of form خالص بالضبط بصراحة كده، يعني. بس لو فضل في المكان ده، لأ، أنا شايف بصراحة إن شاء الله، إن شاء الله هتفُك، وإن شاء الله الماتشات اللي جاية هو بس محتاج يغيّر، باقول لك يا آآ النني يا حمدي فتحي، بالضبط، حد جنب زيزو يلعب معاه بقى، يا إما إمام عاشور يا إما مروان بالضبط، عطية زي ما أنت بالضبط، قُلت، واحد من الاتنين دول هو اللي هيحل المشكلة. بالضبط كده. وباك يمين باك يمين أعتقد إن هو لازم يدّي عمر كمال فرصة من الأول، أنا بصراحة أسرع يا صاحي نِفْسي أسرع. في باك يمين وباك شمال، ما هو هيجيبه منين؟ ما نِفْسي في خلاص. عمر كمال ونِفْسي في فتوح. يلعب إن بفتوح شاء وعمر الله، كمال، إن حتى لو شاء مش الله. هتدّي عمر كمال في أول الماتش أدوار هجومية، هتدّي له إنه هو أسرع، هيعرف بالضبط، يرتد بسرعة أكتر من هاني، هاني بطيء شوية عنه. بالضبط كده. خير إن شاء الله يا بوب، خير، روّق. خير، خير، مروّق يا صاحبي والله بس اتحرق دمي. صحيح أنا روّق. الريال روّق عليّا بعد الماتش وهديت، أنا لو كنا طلعنا سجّلنا بعد الماتش على طول، كان الموضوع ضلمة خالص بصراحة، ما كانش بوبو ينفع، كان ما كانش ينفع. كانت الدنيا ضاربة من طرف. فالريال روّق عليّا كده وخدنا السوبر والحمد لله، إن شاء الله، فأتمنى إن الأداء شاء الله، إن يتحسن. شاء الله. أنا لوي فيتوريا باقول لك يعني ما كانش عندي عليه علامات استفهام إلا في حاجات بسيطة بس، أول نُص ساعة هو أنا أعتقد إن هو اتصدم من أداء اللعيبة، فابتدى يعمل تغييرات مش مفهومة عشان يحل اللعيبة اللي ما كانتش على المستوى اللي هو عايزه. بُص، هو أنا شايف بصراحة هو الموضوع بالنسبة له فيه استهتار، ده السبب الرئيسي للتعادل النهارده، هو استهتار من اللعيبة ما كانوش من اللعيبة أنا فاكرك بتتكلم عن لوي لا، فيتوريا، لا، استغراب لا، من اللعيبة استهتار أتفق من معاك اللعيبة، جدًا، جدًا، استهتار تام استهتار من تام اللعيبة، من اللعيبة ده حقيقي. ودلع. يعني هنصعد والّا إيه؟ صحيح أنت رأيك هنصعد؟ إن شاء الله، في أمل نصعد؟ إن شاء الله، إن شاء الله، أنا لسه متفائل. المنتخب النهارده خلّي بالك زي ما النهارده اتفقنا. منتخب غانا ما كانش خطر يعني أقوى طبعًا، يعني الماتش كان ما بينهم سِجال، بس أعتقد إنه يعني ما هو الواحد مش عارف يحكم برضه، إذا كنت أنت عملت كده قدّام موزمبيق هتعمل إيه مع غانا؟ بُص، السبب من الأسباب خير، برضه، سبب خير. من الأسباب خلّي بالك إن أنت البطولة دي في مشكلة كبيرة جدًا اسمها العامل البدني. البطولة بتتلعب، واضح إن الجو هناك فعلًا رطوبة الكلام عالية، اللي هو الجو مش بيتقال. حَر بس الرطوبة عالية أوي فواضح إن النهارده. موضوع الجو ده مأثّر على الفرق كلّها لحد دلوقتي، والموضوع ده باين جدًا في الماتشات. تلاقي مع الشوط التاني مع الدقيقة 60 أو الدقيقة 70 أنت بتلاقي معظم وقعت، زي اللي اللعيبة في حصل لك النهارده، الملعب. أنت وقعت بدنيًا اللعيبة في الملعب كلّها ما خالص. حدش قادر يشيل رجله. أنا عايز أقول لك إن يعني ده ستر ربنا رَجل المصريين والناس الغلابة اللي زي حالاتنا، الكورة دي اتحسبت penalty. الكورة دي كان ممكن بسهولة الحكم ما يحسبهاش، بس هي penalty صريح طبعًا ما فيهاش فصال، ما فيهاش شك، بس يعني الحمد لله هي الVAR لو ما رجّعه فيش وقال فار، له كان خلاص كانت راحت. يعني هو لو ما فيش لو ما فار فيش أقدر VAR أقول كانت لك كده، راحت. بس هي بوجود فار لأ، هي ضربة جزاء صريحة يعني. الحمد لله، الحمد لله الحمد لله. اتعادلنا، وإن خدنا شاء نقطة. الله هتبقى النقطة دي، إن شاء الله هتبقى هي سبب نقطة الصعود الصعود. يعني. صدارة، نقطة الصدارة بإذن الله، اسمع منك هي يا اللي رب. هتفرق معانا في الصدارة بإذن الله. اكتبوا لنا في التعليقات موافقين صاحي في رأيه إن إن شاء الله، نقطة ماتش موزمبيق إن شاء هتبقى هي الله، نقطة الصدارة والّا مش هنصعد والّا إيه؟ إن شاء الله. ادعوا للمنتخب، استنوا ادعموا اللعيبة، اقفشوا عليهم بس ادعموهم، إحنا مستنيين من منتخبنا أكتر من كده، عايزين روح في الملعب، عايزين مجهود في الملعب، هاتوا آخركم، هاتوا آخركم وإحنا وراكم، ولمّا تجيب آخرك وما تكسبش إحنا موافقين. أظن كفايانا رغي لحد كده عشان الواحد فعلًا خلاص جايب آخره. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة واستنونا بالماتش الجاي وحلقات تانية مع جوهري وصاحي ومنتخبنا في أفريقيا. سلام.